وتعرفون الحراج فيما سبق يقول إنه تزوج وفي أسبوع زواجه يقول انفتح علي باب رزق ما كنت أحتسب، ثم ولد له ولده الأول يقول والله من حين ما وضعته أمه انفتح علي باب آخر. سبحان الله. وهذا إذا آمن الإنسان بما قال الله عز وجل حصل المحفوظ، لكن مشكلتنا أن الشيطان يوسوس لنا ونعتمد على الأمور الحسية الظاهرة، وإلا لو اعتمدنا على وعد الله عز وجل لكفى ولا حصل المحفوظ. فأقول ينبغي أن نصدق بهذه العبارة في آذان أولئك القوم الذين يريدون أن يقللوا من الأمة. نعم لو فرضنا أن هناك ضرر على الأمة بحيث لا تلد إلا عن طريق العملية وتكثر العمليات في بطنها وربما ينفجر في يوم من الأيام، أو كانت هي مريضة لا تتحمل، هذا شيء آخر. لكل حال نعم لكل حال مقال وينظر فيه. أما إذا كانت الأمور طبيعية فالذي ينبغي أن نمنع النساء من استعمال حبوب من الحمل، وأن نقول لتستعين كل امرأة منكن بالله عز وجل. تقول والله إذا جاء هي مرة تقول إذا جاء الحمل أصابني تعب وستحب الوسائل دائما ويمكن ما أشتهي، وإذا جاء وحام بعد مشكل. نعم وتعجب. طيب أمك التي ولدت أصاب هذا أو لا؟ أصاب. والله في القرآن يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال في آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن. لا بد من الضعف ولا بد من الكراهة من هذا الوهن والتعذب، لكن تصل المرأة تحت شيء. نعم. نحن نتكلم عن طلبة العلم. أما العامل يتكلم عن طائفة من الناس يقول هؤلاء القوم حالهم كما ذكر الله في كتابه العزيز سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا. بحسب هذا القرآن يتكلم عن ناس معينين. فالحاصل يقول الإنسان قال في العلم، أما اللي ما هو طالب علم إذا انقدح في ذهنه شيء من المعاني فلا يعتمدها حتى يراجع كتب التفسير.